غضبت الزوجة من أم زوجها فقامت عن مائدة الطعام وتركت أمه العجوز وحدها على المائدة. استغرب الزوج من تصرفها فقام بعدها ليعرف السبب. قال الزوج: لماذا قمت من المائدة؟ هل هناك شيء لم يعجبك؟ فأجابت الزوجة: نعم، فأنا أشعر أن يدي والدتك قذرتان فأفسدتا نفسيتي وشهيتي. قال الزوج مستغربا: ألهذا السبب قمت؟ حسنا، ما هو الحل برأيك حبيبتي؟ سأفعله. قالت الزوجة: أن تعطيها مائدة لوحدها لتأكل، لأني بعد اليوم لن أجتمع معها على سفرة واحدة. قال الزوج مبتسما: لا 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 حبيبتي، من بعد اليوم سيكون لها مائدة لوحدها، أعدك بذلك. ثم تابع قائلا: لكن يبدو أنك تتضايقين من وجودها عندنا، أليس كذلك؟ أم أن المسألة فقط يداها اللتان تضايقين منهما؟ فقالت الزوجة بكل صراحة: بصراحة وجودها يضايقني كثيرا ولا يجعلني مرتاحة في بيتي. قال الزوج: كما تعلمين ليس لها أحد غيري، وهي عجوز مسنة، برأيك ما هو الحل؟ قالت الزوجة: الحل موجود، دار المسنين، اذهب بها إلى هناك، لكن اهتم بها واسأل عنها، وانتهت المشكلة، علما أنه إن لم تفعل ذلك فسأذهب إلى بيت أهلي ولن أعود أبدا. قال الزوج متظاهرا بالموافقة: حسنا حبيبتي، ولا يهمك، أهم شيء سعادتك، سأذهب بها إلى دار المسنين كما أخبرتني، ففكرتك رائعة ونالت إعجابي. ثم ابتسم لها، ثم أضاف متسائلا: لكن برأيك لماذا اتصل بي والدك وطلب منا الحضور جميعا إلى منزله؟ قالت الزوجة: لأنني أنا من طلبت منه أن يتصل بك. قال الزوج مستغربا: لأجل ماذا حبيبتي؟ قالت الزوجة: غدا عندما نذهب ستعرف، اسمح لي الآن، سأذهب للنوم. قال الزوج: حاضر حبيبتي، نوم العافية. ثم خرج من الغرفة متجها نحو والدته العجوز. قالت الأم بحنان: ماذا يا ابني؟ هل زوجتك مريضة؟ لأنها لم تأكل. قال الابن مترددا: نعم يا أمي، مريضة. فقالت الأم بقلق: وجئت تجلس بجانبي؟ اذهب وأحضر لها طبيبا أو اشتري لها دواء، حرام أن تنام جائعة ومريضة. قال الابن محاولا طمأنتها: لا لا يا والدتي، ليست تعبانة كثيرا، سترتاح قليلا ومن ثم ستأكل، لا تقلقي. قالت الأم: إذا كان كذلك فطمئني عنها، ربي يحفظكم جميعا يا أولادي. قال الابن بحنان: اللهم آمين. أمي، غدا سنذهب إلى مكان ما وسيتغير كل شيء. سألت الأم بفضول: إلى أين يا نبض قلبي؟ قال الابن: غدا ستعرفين إلى أين، لكن أريد منك ألا تعترضي أو توبخيني على التصرف الذي سأقوم به. قالت الأم بقلق: والله أقلقتني يا ولدي، لكنني لن أضغط عليك حتى تفهمني أكثر، لأنني أعلم أنك تتصرف بحكمة. قال الابن مبتسما: الله يخليك ويحفظك يا رب. وفي اليوم التالي وعند الساعة 10 صباحا